فرق كبير ما بين انك تعرض الداتا في صورة تيبلز او تستخدم charts. خلينا نشوف مثال مع بعض. هل هنا دلوقتي التيبل ده اقدر اطلع منه المعلومة بسرعة؟ بمعنى ايه؟ هل اقدر اعرف الفرق ما بين السيلز والتارجت، ولا اقدر اشوفها هنا اسهل من خلال الشارت؟ في الشارت هنا هقدر اعرف على طول ان السنترال في فرق كبير ما بين السيلز او الاكتشوال بتاعي والتارجت، باين جدا الفرق. طبعا ممكن احط اتشيفمنت او برسنتج اقدر اضيفها كمان، واقدر اعرف زاد او قل بنسبه قد ايه. فهنا انا اقدر ان انا احدد بسهوله. التيبل مهم، لكن وجود الشارت بيخلي ان انا اقدر اوصل للمعلومه بشكل اسرع. هي دي اهميه الشارت. وجود الشارت مهم جدا. ودايما في مقوله بتقول الصوره ب1000 كلمه والشارت صوره. وده اللي احنا بنقدمه في باورفول انسايتس. بنقدم انتراكتيف داشبورد عشان تقدر توصل المعلومات بتاعتك بشكل سريع وواضح في صوره داشبورد، سواء على الاكسل، وهنا بنشوف ان الداشبورد بتتغير معايا بشكل دايناميك، وحتى الكالرز هنا هتلاقيها بتتغير معايا بشكل دايناميك، او من خلال مايكروسوفت باور بي اي. وطبعا الميزه في مايكروسوفت باور بي اي ان الشارتس كليكابل، لما بتكليك على الشارت الداتا بتتغير معاك. وهنا هنشوف الماب كمان، ان انت تقدر تكليك على الماب وهتلاقي الداتا بترفلكت معاك على الماب، وتقدر تشوف اكتر من تايب اوف اناليسيز، وتقدر تعمل فيجواليزيشن، وتشوف هنا اوفر فيو للداتا بتاعتك بشكل سريع، وتتنقل ما بين البيجز بشكل سريع وسهل، ويقدر يوصل المعلومه بتاعتك بشكل اسرع من انك تستخدم التيبلز. هتلاقوا لينك موجود مع الفيديو فيه تفاصيل الكورسات اللي احنا بنقدمها. وان شاء الله دايما نتمنى لكم التوفيق، ونشوفكم دايما على خير في فيديو جديد ان شاء الله.